السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله الوصفة بتاعتنا وصفة جبارة للكوتشي الأبيض، اللي كلنا مش بنحب نشتريه أبيض علشان تنضيفه، لكن أنا جبت لكم وصفة بسيطة جدًا النهارده موجودة عندنا في كل بيت. عارفين الفلاش بتاع أرضيات الحمام، هاخد منه ربع كوباية صغيرة، وكمان حابة إن أنا أضيف عليه شوية مَيّة ما فيش مشكلة علشان خاطر ما يبوظليش إيدي أو يخلّي جلدي يلتهب. والله أنا استخدمتها من غير جوانتي، بس بعد ما خلاص كده في آخر الكوتشي لقيت إيديّا حرقتني شوية، فيا ريت تلبسي جوانتي. تمام كده، يبقى أنا عندي هنا ربع كوباية فلاش، وعندي ربع كوباية كلوروكس ألوان، ألوان يا جماعة مش أبيض، لإن الأبيض بيتفاعلوا وبيطلّعوا وبيعملوا اختناق، وكمان عندي ربع كوباية برسيل جل. بعد كده باقلّبهم مع بعض وبانزل بقى يعني على قد ما أقدر كده أفضل أغسل في الكوتشي بتاعي، علشان يعني ده كمان الوصفة دي إن أنتِ ممكن تعمليها في ثواني كده قبل ما تخرجي على طول لو مستعجلة، وتنشّفيها بمنديل عادي خالص ما فيش مشكلة، طالما ما بلّيتيش اللي هو اللسان من جوّه ولا بلّيتِ الرباط، تمام كده. لكن أنا دوّة عملته لإني امبارح بصراحة قبل ما أعمل لكم الخلطة، أنا كنت عملتها امبارح علشان أجرّبها بصراحة وأشوف إيه، يعني مش هاقدر إن أنا أقدّمها لكم من غير ما أكون اتأكدت منها. عملتها امبارح على الكوتشي وغسلت الرباط بتاعه وسِبته لمّا نشف بصراحة تحفة، وهتشوفوه في آخر الفيديو معايا جميل بصراحة. لو معايا لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة، لإن اللايك بيرفع الفيديو. تمام كده. بُصّوا بقى، أنا سرّعت الفيديو شوية لإني يعني قُلت بقى عشان نخلّص الفيديو سريع، سريع كده. ف زي ما باقول لكم كده الدُبارة البيضا دي أو الخيط الأبيض دوّة، بُصّوا أنا بامسحه بمنديل ما فيهوش أي مشكلة، على فكرة ينفع للكوتشي القماش كمان. بيتعمل للكوتشي القماش عادي خالص ما فيش أي مشكلة فيه، وبتشوفي بقى بجد والله الفرق تحفة وسريع جدًا. يعني أنتِ لو خارجة في ثواني بتعملي الخلطة دي وبالفرشة بتاعتِك الجميلة دي، أو لو عندِك كمان عارفين الليفة بتاعة المواعين العادية، لو مش يعني يكون ليفة عندِك مش بتستخدميها واعملي بيها الكوتشي. بُصّوا، أنا عملت الرباط على فكرة بس هو غامق شوية محتاج إن هو ينشف. تمام كده، ومن غير شطف ولا أي حاجة، أنا بمجرد ما مسحته بمنديل بس والله، ما فيهوش أي حاجة، والفلاش كمان يعني ما عملوش حاجة ومش هيبوظه ولا أي حاجة من الكلام ده. كمان هتشوفوا دلوقتي اللي أنا عملته امبارح وجربت عليه الوصفة، أهو بصوا جاي معايا أهو، ده الكوتشي بتاعي الرباط لسه ما نشفش، ده بقى الرباط بتاعه نشف، بصوا نضف وبقى زي الفل إزاي، من غير ما أشيله ولا أتعب فيه ولا أعمل فيه أي حاجة. فيا ريت لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ولو عندكم أي كومنت جميل كده يا ريت تبعتوا.